شباب اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده لكل الناس اللي قاعدين في امريكا. ماشي، كل مره كنت بتكلم مع الناس، مش كل مره يعني، انا كان فيديوهاتي كده وكده، ولكن النهارده بالتحديد انا عايز اتكلم على الناس اللي عايشه معانا هنا. الفيديو ده ان شاء الله فيديو مهم جدا لكل اللي واحد عايش في امريكا بيفهم اللغه اللي انا بتكلمها. ليه؟ نفسي جدا ان احنا نكون ناصحين وفايقين للواقع شويه، ان كل الكوميونيتيز كلها ايد واحده الا احنا. فنفسي جدا ان احنا نبقى زي الناس دي، زي اليهود وزي الصينيين وزي المكسيكان، كلهم كوميونيتيز وكلهم بيشغلوا بعض وكلهم بيعملوا مصلحه بعض وكلهم ما بيطلعوش فلوسهم بره بعض. نفسي قوي ان انا يكون عندي الكوميونتي دي قويه جدا، والجروب ده جروب قوي جدا جدا فوق ما تتخيل. انا عندي ما شاء الله يعني عندنا جروب للريزيدنت اللي موجود في امريكا، في عدد كبير جدا بسم الله ما شاء الله. يعني انا نفسي ان الناس اللي عايشه في امريكا كلها هنا تخش الجروب ده. اي نعم هو باشتراك وكل حاجه، لكن والله العظيم ده ولا حاجه. يعني تتكلم يعني اي حد عايش في امريكا $5 ده بالنسبه له ولا حاجه، و$5 دي في الشهر كله ولا حاجه، ده ارخص حاجه انستجرام بيقدمها يعني. فانا نفسي الناس اللي موجوده في امريكا تخش على السبسكريبشن عندي بتاعت الانستجرام وتعمل سبسكرايب اللي هي $5 في الشهر كله، وتخش تبعت لي كود معين بعد ما تعمل سبسكرايب. يعني تعمل سبسكرايب وانا هكلمها وتقول لي، بس يعني ما تعمل سبسكرايب تقول لي ان هي في امريكا، تكتب كده مثلا يو اس اي، تكتب يو اس اي، تعمل الاشتراك وتكتب يو اس اي، لان انا ببص على الناس اللي عامله اشتراك عامه، فهبص عليهم. الناس دي لو عامله كلمه يو اس اي فانا هدخلها على الجروب للناس اللي موجوده في امريكا بس، مش الناس اللي بره، اللي اسئلتهم واهتماماتهم بتبقى مختلفه تماما. الناس دي والكوميونتي ده ايا كان، احنا بقى 1000 واحد 2000 واحد، الكوميونتي ده احنا هيكون بتاعنا، الكوميونتي بتاعنا احنا. لو في واحد عامل مشروع احنا اللي هننجحه، ال 2000 واحد هيروحوا له وهيشتري منه. لو الواحد بيحاول يفتح بيزنس الناس دي كلها تفيده، ايا كان بقى، واحد شاطر في الماركتنج، واحد شاطر في اي حاجه. كل ما انت بتفتح بيزنس ليه اكتر من 10 مثلا ميجرز او 10 خطوات محتاج انت تتعلمهم او تعملهم. في واحد هيفيدك مثلا في تخليص الورق، في واحد هيفيدك في ان ازاي تماركت حاجتك، في واحد هيفيدك في السيلز، في واحد هيفيدك في البرودكتس، في واحد هيفيدك في البرنت. كل حاجه حرفيا هتشغل التاني. واحد مثلا عنده مطبعه وانا محتاج مطبعه، فمش هروح لواحد تاني، هروح للي معايا في الجروب ده، احنا كوميونتي. فانا نفسي قوي نعمل الموضوع ده. ساعتها اقسم بالله مفيش واحد على الجروب ده الا ما هيكون ناجح، عنده بيزنس ناجح غصب عن اي حد. بيعمل قهوه، كل اللي في الجروب هيفيده ويقول له لا القهوه مثلا، في واحد كان عنده خبره في حته ثانيه، في واحد عنده خبره في حاجه ثانيه، في واحد عنده خبره في الحته دي، في واحد عنده خبره في الحته دي. كل واحد عنده حته معينه هو اللي يقدر ان ينجح الثاني فيها، لان مفيش واحد بينجح لوحده. في لازم يسمع ويتاكد ويعرف كل الكلام ده. في الكوميونتي ده احنا هنعرف بعضنا كل حاجه، هنعرف بعضنا وهنعلم بعضنا وهنستشير بعض هنبدل المعرفه. هيبقى في كده زي ما تقول اكستشينج نوليدج. ليه؟ عشان كلنا ننجح ان شاء الله. الكوميونتي ده باذنك يا رب لو كبر مفيش واحد في الجروب ده مش هيكون من الاخر غني، ومش هيكون عنده بيزنس فاشل. ما ينفعش، لان كله بيشغل بعض. تخيلوا 2000 واحد مثلا، لو كل 2000 واحد قال لاصحابه اللي هنا على بيزنس معين، يعني مثلا رايحين نشرب قهوه، في ال 2000 واحد دول رايحين يشربوا قهوه، هو حرفيا حتى الفلوس اللي دفعها هو رجعت له، فهو مش هينفع يخسر. كله عنده بيزنس معين، فكل دول بيعملوا له ريت مثلا على جوجل على البيزنس بتاعه، في مش عارف ايه. هنقوم بعض. الفيديو ده حرفيا يا رب يكون رحله انتقال لكل الناس اللي عايشين في امريكا. احنا مش بس نعمل فيديوهات، احنا عايزين ننجح، عايزين خلاص فكره بقى الناس القديمه والناس اللي بتشوق بعض والناس اللي بتخبط في بعض دي عايزين ننهيها. عايزين الكوميونتي بتاعت مصر دي كوميونتي تبقى محترمه. اللي عنده مطعم، مفيش مطاعم مصريه يا جدعان، لو في حد ركز شويه اقسم بالله امريكا المطاعم المصريه فيها قليله جدا جدا. مفيش مطعم انا رايح يا جدعان ناكل في اكل مصري، مفيش. عارف ايه مفيش؟ كله للاسف بيفشل لان محدش بيروح ومحدش بيعمل عارف حاجه تحزن. ما تلاقي كوميونتي يهود عندهم مطعم مثلا كل اللي بياكلوا فيه يهود، انت متخيل؟ والمطعم ده بيعمل $100,000 مثلا في الاسبوع ويمكن اكتر والله. فانا نفسي نوصل للمرحله دي، ونوصل ان احنا كلنا نعلم بعض ونعرف بعض وننجح بعض. لو وصلنا لده ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا. يا رب نكون استفدنا من الكلام اللي بتكلم فيه ده، ويا رب يكون اعتقلنا وعقلنا الكلام ده. واحد بينجح في التصوير احنا اللي هننجحه، واحد بيعمل فيديو احنا اللي هننجحه، احنا اللي هنطلبه واحنا اللي هنعمله، ولو مش كويس في حاجه احنا اللي هننصحه، احنا اللي هنقوم بعض من الاخر. في الكوميونتي ده في الجروب ده باذنك يا رب. الجروب فيه ناس كتيره جدا، واي حد محتاج اي حاجه جوه الجروب ده يقول يا جماعه من النهارده، وان شاء الله باذنك يا رب احنا اللي هننجح بعض، وهنعمل تغييره
تغيير للعرب في البلد دي ان شاء الله. والبدايه منك ومني ومننا كلنا باذنك يا رب، لكل واحد مهتم بحاجه وكل واحد بيحاول يعمل حاجه احنا هننجحه واحنا اللي هنعينه واحنا اللي هنقف جنبه، وكلنا هننجح بعض باذن الله. وللشباب والناس اللي جايه كبيره، وحتى تخيل 2000 واحد مثلا واحد مش بيلاقي شغل، استحاله مش هيلاقي شغل في وسطهم، استحاله. ان شاء الله يا رب ننجح بعض وربنا يا رب يكرمنا، وكل واحد محترم بيتعرف، واللي مش محترم مش مكانه وسطنا خالص. واشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد، ويا رب تكونوا استفدتم. ويعمل شير علشان الناس اللي موجوده في امريكا يا رب يا رب تشوف الفيديو ده، ويا رب تعمل الاشتراك. مش الناس في امريكا عارفه يعني ايه 5 دولار. 5 دولار يعني حتى مش سعر اكله انت هتاكلها في ربع يوم. فريح بعض كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. ومن البدايه ومن الوقت اللي احنا فيه ده ومن اليوم ده ومن الفيديو ده ما نزل، ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله، وهينجحنا ويوصلنا لاحسن حاجه. اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد، وربنا يكون معاكم باذن الله. وان شاء الله من النهارده بدايه جديده لكلنا باذن الله. بعدين انت فهمت اللغه دي يبقى انت عربي. واشوفك على خير يا جماعه، وباذنك يا رب كلنا ننجح باذن الله مع بعضين. اشوفكم على خير فيديو جديد، ويا رب تكونوا استفدتم. اعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان اليوتيوب يعملوا سجست ويطلع ناس اكتر، ناس عايشه في امريكا. لو صاحبك عايش في امريكا عرفه الفيديو. لو اي حد شاف الفيديو ده يعرف ناس في امريكا يعمل لهم شير، يعرفهم الكلام ده. الفيديو ده مهم جدا يا جماعه. والانستجرام نفس الاسم بتاع اليوتيوب بالظبط بس لازقين في بعض. خش واعمل اشتراك، هيجي لك هيتبعت لك كود على طول على البتاع، رقم هيتبعت لك كود تبعته على الواتساب، تخش الجروب بتاع امريكا. بس في جروب تاني كبير جدا طبعا بتاع الناس اللي بتيجي، فبسم الله ما شاء الله معظم الناس بتيجي الحمد لله، يعني 5 عليهم. فانت هتخش على الجروب بتاع امريكا عشان ما تخشش في القصص التانيه دي. وان شاء الله ان شاء الله كلنا ننجح بعض باذن الله. اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد، يا رب تكونوا فاهمين اللي بقوله، ويا رب نكون كلنا نقدر نسيب بعض ونعمل الكوميونتي النظيف دي بالنسبه للناس النظيفه فقط. اي حد نفسيته مش حلوه مش مكانه وسطنا ان شاء الله. اشوفكم على خير، يا رب تكونوا في احسن مكان واعلى مكان يا رب دايما. من امريكا جاكسون، عشان الفيديو ده مهم جدا. النهارده ايه؟ 17 جولاي 2023. ان شاء الله من النهارده يكون خطوه جديده لكل العرب باذن الله في امريكا. اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد. صباح الفل، ومعلش على الحماس. اشوفكم على خير. صباح الفل، السلام عليكم، وصلوا بخير. واللي هنا صباح الخير، السلام عليكم.